أحلى سلام لأحلى ناس اللي كيعجبهم يستمعوا لي القصص، كنتمنى تكونوا بخير. القصة ديال اليوم فيها واحد شوية تاع الذل وفيها شوية الكوميديا وفيها الضحك وفيها حتى الفقصة. وجدوا روسكم وجدوا كاس ديال اتاي والتحقوا بيا نعاود لكم القصة. سميتي سلمى، كنت أنا هي البنت الزوينة في الحومة ديالنا، كيقولوا لي القمر ديال الحومة. كنت بنت مدللة، أصلا عندنا الزين في العائلة كي كيقولوا سلالة من العمة الخالة. عندي خواتاتي فين نبان أنايا، أمي حتى هي كانت زوينة بزاف. كنقرا في الثانوية في آخر سنة اللي هي الباك، كنعيش مع الأم ديالي بحكم أن الأب ديالي توفى الله يرحمه، خواتاتي كلهم تزوجوا، ما كنوصلوش سن البلوغ حتى كطير وحدة كاينة في دولة أوروبية، والأخرى تزوجات لدولة خليجية، والثالثة مزوجة واحد السيد لاباس عليه غير هنا نيت في المدينة اللي ساكنين فيها، في نفس المدينة اللي كنسكن فيها أنا والأم ديالي. المهم كانوا مبرعيني بالكادويات كل وحده شنو كتصيفط ليا اللي في اوروبا، تصيفط لك باك عامر بالماركات صنادل العطور الشوكولات الغالي، والاخرى اللي في الخارج ما تخلي حتى هي ما تصيفط ليا ولا الام ديالي. ايوا انا عشت بهذه الطريقه اللي خلاتني كاع ما نعرف شي حاجه سميتها الفقر والحرمان، غير كنسمع بهم، عمرني حسيت به لدرجه كان كيصحاب ليا كاع الناس عايشين بهذه الطريقه، وهذه هي زعما الطريقه العاديه اللي كل شيء عايش بها. حيت فاش كان جاني اول عريس اول خطيب من نفس المستوى ديال رجال خواتاتي هما اللي لاباس عليهم، رفضته. كان معرفة ديال راجل أختي اللي قلت لكم عايشة معنا في نفس المدينة، واحد الشاب من عائلة ميسورة، عنده دارو وعنده طوموبيلتو آخر موديل وفلوس تترعرع تيراشراش كي كنقولوا، وراجل زعما بمعنى الكلمة. واخا كنت رافضاه، راجل أختي كان مصر، قال لي راه هاد الشاب مناسب، عمرك ما تقدري تلقاي بحالو، ولد الناس وراه عمرها دار، وما فيه زعما حتى شي حاجة اللي تقدري تعيبيها بها تقولي علاش زعما ما بغيتيش. أنا قلت لهم نون كحل العيون، هذاك هو اللي ما نتزوج به. قلت لهم بكل بساطة ما ارتحيتش ليه وكيبان ليا مغرور. أنا هي اللي مغرورة. ما خلاو ما قالوا لي زعما باش يقنعوني أبدا، رفضت رفضا قاطعا ما فيهش نقاش. ايوا ندخلوا دابا في المسكي ونقول لكم علاش رفضت داك العريس داك الشاب. نقول لكم السبب اللي خلاني نرفضو. العريس اللقطة اللي ما عمر جاوني، مازال ما نقولش ما عمر جاوني مازال بحال، ولكن جاوني عرسان كتمناهم اي وحده. رفضت واحد الشخص ملياردير، رفضت مهندس أستاذ شوية بشوية وكتنقص طبقة. المهم رفضت بزاف حتى ولاو عائلتي كيشكو فيا. ايوا دابا وجدوا راسكم للدفال باش تدفلوا عليا، حيت دابا غادي ننزلوا للدل، هذا اللي راسي بلا قياس. ايوا ما عرفت مالي، واش فيا شي عقدة ولا انا مازوخية ولا مالي. الناس اللي بغاوني رفضتهم، وبقيت لاصقه في واحد ما مسوقش ليا كاع، وماديا ماشي من المستوى ديالي نهائيا. ولكن أنا كنت طايشة كما قلت لكم الفقر، ما كنتش عارفة كاع شنو هو الفقر. المهم لصقت فيه لصقت العمى في الظلمة. هو كان زوين، كان بوغوس، ولكن ماشي زعما داك الزين اللي يقدر نضحي كاع لهاد الدرجة. زعما داك ماشي داك الزين اللي يخليك تسمحي في كلشي على قبلو. كان عادي، طويل، كان طويل وكان كيدير الرياضة، البشرة ديالو بيضاء وعنده الشعر كحل، وكان كيخدم نجار. تحية كاع النجارة وكاع الناس كاع الصناعية، هذا ماشي كنقصوا منهم، ولكن هكا جا في القصة. السيد كان نجار، كانت عنده حانوت صغير كيخدم فيه هو واحد الدري اخر. هذيك الحانوت ديالو جات على الطريق اللي كندوز منها انا باش نمشي لليسي. كان تيخدم، انا كنشوف فيه وقت ما هو كيخدم كاع ما كيتسوق ليا انا. يمكن هذا الشيء اللي خلاني نتعلق به اكثر، حيت ما كانش كيسوق، انا ديما دايزه كنشوف وندوز نلوح نظره وندوز. المهم حتى واحد النهار كان خسر لينا قفل ديال باب الدار، الباب ديال الدار، الباب الرئيسي. انا قلت لامي انا اللي كنعرف واحد المعلم دغيا نمشي نجيب ليه غير يركب لينا القفل. ومشيت طايره تنجري عيط ليه. صافي من تما بدات علاقتي معاه. كانت علاقة صداقة شوي بشوية تطورات الحب غير من جهتي أنا، ما هو غير بحال كنفرض عليه راسي وصافي. ولكن كنت زعما عارفة حدودي، عمرني تجاوزت معاه درت معاه شي حاجة حرام ولا. كانت علاقة ديال صداقة حب، ولكن محترمة راسي بزاف. والسيد شاد تيقرا بزاف الصراحة، أنا اللي فارضة عليه راسي، وكان ديما كيقول لي راه هادشي زعما ديالنا ماشي هو هداك، وانت ماشي من المستوى ديالي، وعمرني قال لي نقدر نعيشك كيما انت عايشة دابا، وعمرني غنوصل للمستوى ديال العائلة ديالك. أنا كنبقى نضحك ونقول ليه واش من نيتك، واش بغيتيني نتزوج شي واحد ما كنبغيش، شي واحد غير على قبل فلوسه. قلت ليه أنا بغيت اللي يبغيني ويقدرني، أنا إنسانة تنعيش غير بالحب ماشي بالفلوس. قلت ليه بغيتيني نتزوج شي مول الكات ولا شي مول الفيلا يبقى يجيب لي الهدايا وانا جالسه عنده
بحال شي أسيرة وحزينة، جسد بلا روح. لا، لا قلت ليه: "لأ، لأ أنور أنا نعيش معاك أنت واخا غير بالخبز واتاي، حيت الحب اللي كيجمعنا ماشي هو المادة." قال لي: "كتعرفي بعدا عمري أتاي." وبقينا كنضحكوا. كنبقى نتصل به ملي كنتصل به بالتليفون كنبقى نشد التليفون من وقت العصر حتى يظلم الحال. عرفتوا ديك الطريقة فاش كتكوني في الأول ديال العلاقة كتبقاي تهضري وأنتِ ساهية تبقاي تحفري شي حفرة تلقاي راسك حفرتي بير، ولا تبقاي مثلًا تهضري وكضربيه برجليك فشي بلاصة حتى كتلقايه تحت الصندالة مشى وأنتِ كاع ما حاسة، ولا تهزي شي مشيشة تبقاي تنتفي تهضري وتنتفي فيها حتى تلقايها تصلعات. تا ولا السيد تيبغي غير يسوسني كيقول لي: "هو سيري يا بنت الناس راه أنا تابعاني خدمة." إيوا صافي سيري راه خاصني نمشي نخدم. فاش كنكون غادية في طريقي للمدرسة تبان ليا ديك الوردة بحال داك البابونج داك اللي كيكون فيه الورد بيض، كنقطف وحدة ونبقى نتف شوية بشوية كنقول: "كيبغيني لا لا." واخا تخرج ليا مثلًا لا كنقول باش تعرفوا الطيش والمراهقة فين واصلة بيا، عايشة داك الشي تاع الأفلام الكلاسيكية ديال الأبيض والكحل. صافي تزوجت أنا وسيدي أنوار، وكرا ليا واحد البارت فيها بيت وكوزينة وصالون صغيورة، ودابا لحد الساعة مازال مبغاتش تضربني الفيقة باقا دايخة باسم الحب، العشق المدلول. عائلتي غير كيتعجبوا ليا. إيوا ديك البارت الفوق كاينة فيه ساكنة كانت دار من 3 طبقات الفوق فوق منا بالضبط ساكنة فيه واحد السيدة هي وبناتها، هي اللي كارية لينا والفوق الآخر غير خاوي. صافي وكنتقاسموا السطح زعما لنشيرو هذا. هاذيك جارتي واحد البرقاقة حتى حاجة ما كتفلت ليها غير مقابلة الشراجم وتصنت. صافي كنت أنا فرحانة صافي درت إنجاز زعما تزوجت هذاك الإنسان اللي كنبغيه. نسيت نقول لكم تزوجنا ما درنا لا عرس بحال خواتاتي لا شهر عسل لا طيارة لا أوطيل لا تصاور. خواتاتي ها اللي كانت حطت لينا تصاورت شهر العسل حدا برج إيفل ها اللي درت حدا برج خليفة. أنا واقيلا غندير لهم تصاور حدا هاد البرج الكركور ديال الحوايج اللي جالسين محطوطين كيتسناوني نصبنهم. ما عنديش كاع ماكينة الصابون. عشنا وصافي مزيان على قد الحال، عادي حتى النهار اللي ولدت فيه بنتي الأولى، من تما بدا زوجي قرة عيني كيتبدل. ما عرفتش واش كيتبدل ولا كانت أصلًا هاديك هي حقيقته، يمكن بدا تيبان على حقيقته، ولا كيتعصب على والو. إلا غير نسيت الملحة ما درتهاش في العدس كيقلب عليا الطبلة. داك النهار دخل مقلّق والقلب بنت كتبكي، أنا يدي فيها الصابون يلاه كنمسح باش نهزها نسكتها، هو يقول يقول: "واسكتي بنتك، اسكتي بنتك على لا أنا راه ضرني راسي." أنا كنحط ليه الغدا فوق الطبلة وحطيت العدس كيما العادة، يلاه دار الدغمة الأولى في فمو هو يقول لي: "اش هاد الشي، واش نتي لدابا مازال ما عرفتي طيبي، واش العدس ما عارفاش طيبيه، ديما انطيابك باسل، ديما كنقول لِك ديري الملحة." هو يهز هاديك الميضة وضربها وقلبها، قال لي: "أنتِ حادقة غير في الدوران وفي الهضرة مع خواتاتكم ومع أمك يا الطيط يا بنت الطيط." هاكا أول مرة كيقول لي هاد الكلمة، عايرني بأنني بنت ديك الكلمة وجارتي وبناتها كيسمعوا، حيت كان كيغوت، كان كيخاصم بالجهد. ما رضيتش أنايا، ويلي جاتني الشوهة في الشكل، عمرني شت شي راجل تيعاير زعما مرتو بهاديك الكلمة. تخلعت، أول مرة كاع شي واحد زعما يعايرني بها. بلغني البرد وطلع معايا الصاد وبدا كيتنادم معايا الحال، اش من حب واش من زعتر. ويلاه بديت تنفهم اش كانوا كيقولوا لي خواتاتي امي، ولكن انا اللي اختاريت هاد الحياة. ما عنديش كاع الوجه اللي يشكي عليهم مازال ولا اللي يقول لهم شي حاجه. الا قلت لي مثلا غير خاصها شي حاجه في الدار تقادات، ولا مثلا خاصني لي كوش ديال بنتك ولا الحليب يبدا لي الموال ديالو، انا قلت لك انا مازال ما مستعدتش. كنت قلت لك ما مستعدتش نتزوج اصلا وزدتي ولدتي انت اللي فرضتي عليا راسك. أنا ما كنتش كاع أنا لا باغي كاع نتزوج أصلًا من الأول، تبعتيني وثقتي فيا بالزواج، يا طيط. شوهني مع هاديك الجارة، وليت كنحشم، إلا نحمش كاع نتلاقى معاهم حدا الباب كنهرب. ضرب هداك النهار خرج وضرب بالباب، شوية ما طيح الباب، حسيت بهاديك اللحظة بحال طفيت عليا شي ضو، بقيت هازة بنتي كنسمع غير الصدى ديال هداك الباب باش ضرب، تصدمت. إيوا سري يلاه بديت تنفهم. أنا كنت عايشة في العز، كنت بنت العز وليت عايشة في الجوع. كنت عمرني عرفت شنو هي نتسخر ولا نمشي للحانوت ولا للسوق نشري خضرة ولا شي حاجة. وليت دابا كنمشي للسوق في العشية باش ناخد هاديك أرخص خضرة.
وميمتي ما عمرني بينت ليها شي حاجة ما كنرضاش حيت أنا اللي اختاريته، ما كنرضاش نقول لهم خاصني شي حاجة هُما باقيين كيشرو ليا وكلشي ولكن ما كنتشكاش ليهم. وباش تزيدو تدفلو عليا كتر راه ولات مازال معاها البنات، ولات مازال معاها بنية واحدة أخرى ووليد، باقي عايشين نفس المعيشة ديال حياة الماعز. انسجمت مع هاد الحياة، نسيت داكشي اللي كنت كنعيش فين هما الحوايج تاع اليماخ والعطور، وليت كنلبس جلابة تبقى فوق كتافي حتى تيولي يبانو ليك فوق الكتاف، شدات فيهم الشمس ولاو كيكشفوا فيهم داك اللون ديال الشمس. صافي هذه هي قصتي، بقيت باقا أنا مزوجة به لدابا، باقي في هذاك كتب عليا الفقر، خواتاتي كلهم لاباس عليهم، أنا اللي اختاريت هاكا، ساكتة ماشي راضية على حياتي. المهم ما رضيتش نرجع لدارنا ب3 د الوليدات مهزومة كي كنقولوا حيت أنا اللي اختاريته، ما خلاو ما داروا باش يقنعوني، جاوني عرسان من جميع المستويات ولكن أنا اللي اختاريت هاد الحياة، وربما هذا هو القدر ديالي. كنتمنى تكون عجباتكم قصتي والبنات اللي باقيين صغارات استفدوا منها. أحيانًا ماشي قراراتنا دائمًا على صواب، خصنا شوية نتصنتوا للوالدين ونتصنتوا للناس اللي كبر منا لأن عندهم التجربة وكيعرفوا مصلحتنا فين كاينة. كانت هذه هي قصة تاع سلمى، كنتمنى تكون عجباتكم وشكرًا لكم على الاستماع.